النهارده هنكمل معاكم كلامنا عن مقاومة المضادات الحيوية ال AMR زي ما بدأنا نتكلم عنها في الحلقات اللي فاتت. ممكن يا دكتور توضح لنا ازاي الصيدلي ممكن يشارك في انه يقلل من خطر الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية او الانتي مايكروبيال ريزيستنس؟ الصيدلي هو أكتر شخص يقدر يغير مفاهيم المرضى لأنهم بيلجأوا له أول واحد، وكمان بيثقوا في كلامه جدا. علشان كده من أدواره المهمة جدا هي ال patient education. طيب ايه الحاجات اللي حضرتك بتشوف يا دكتور انها مهمة ان الصيدلي يعلمها او يوعي بيها المريض؟ مهم جدا يقنعه إن كثرة استخدام المضادات الحيوية بتخليها مش بتجيب مفعول معاه بعد كده، علشان ببساطة البكتيريا بتكون قاومة النوع ده من المضادات فمش بتموت من خلاله. كمان مهم جدا إن المريض يفهم إن مش مع أول دور برد أو رشح بسيط هياخد المضاد الحيوي، لأ. الدراسات الحديثة بتقول إن لو المريض بياخد المضاد الحيوي وهو مش محتاجه لازم يوقفه علشان يتجنب إن البكتيريا تقاوم النوع ده من المضادات جوه جسمه. الموضوع ده في غاية الأهمية يا دكتور، فعلا ممكن توضح لنا عنه أكتر أو تدينا جزء من أمثلة واقعية؟ يعني مثلا لو مريض عنده عدوى فيروسية وكانت كتب له مضاد حيوي وهو مش محتاجه، مهم قوي إن المريض يعرف إن المضاد الحيوي مخصص للعدوى البكتيرية فقط، وغير كده هو بيزود احتمالية زيادة عدد الفيروس جوه جسمه لو هو عنده عدوى فيروسية، وكمان بيزود نسبة الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية. هل دور الصيدلي بينتهي عند النقطة دي يا دكتور؟ لأ، زي ما قلنا قبل كده الصيدلي هو أكتر شخص المريض بيسمع له وبيثق فيه، فلازم يبقى فيه نوع من الجود كوميونيكيشن مع المريض. بمعنى إن الصيدلي لازم يسأل العميل قبل أي حاجة هو مين المريض اللي هياخد الدواء ده، وكمان محتاج الدواء ده ليه، وإيه الحالة بتاعته بشكل مفصل. كمان بعد ما يطلع له الدواء لازم ياخد رأي المريض ويشاركه في اتخاذ القرار لو ده مش هيتعارض مع الخطة العلاجية طبعا، ومدى كفاءة الدواء المختار للمريض ده. يمكن لأول مرة بنسمع إن المريض له دور في اختياره للدواء، ودي حاجة حلوة جدا عشان المريض بيبقى حابب ياخده بالشكل اللي يريحه ويلتزم بمواعيده. ممكن تكلمينا أكتر إزاي العملية دي بتتم يا دكتور؟ المريض من حقه يختار شكل الدواء اللي هياخده، يا ترى يفضل حقن ولا برشام، وكمان يفضل ياخده 3 مرات في اليوم، ولا مواعيده وظروف حياته هتخلي الدواء اللي بيتاخد مرة واحدة في اليوم مناسب أكتر بالنسبة له. كمان كل شكل دوائي منهم إيه عيوبه، وكل نوع دواء إيه الآثار الجانبية بتاعته. طيب بعد كل الخطوات دي إيه اللي يضمن إن المريض هيلتزم وياخد الدواء مظبوط؟ وإزاي نتأكد من حاجة زي دي عشان نضمن عدم تكرار الحالة المرضية مرة تانية؟ طبعا من الأدوار المهمة جدا للصيدلي إن هو يساعد المريض يلتزم بالدواء عن طريق إن هو يقترح عليه بعض الحلول اللي تخليه ما ينساش مواعيده، زي مثلا يقترح على المريض يعمل ألارم أو نوع من المنبهات، أو مثلا في حاجة بقت منتشرة حديثا اسمها البيل بوكس، دي يقدر يحط فيها الأدوية بتاعته ويخليها قدامه لما ميعاد الجرعة يقرب بحيث ما ينساهاش. أو مثلا نقول للمريض يربط ميعاد الدواء بحاجة تانية مهمة بالنسبة له، زي مثلا ميعاد المسلسل بتاعه أو وقت التمشية. في النهاية بشكر حضرتك جدا يا دكتور على تعاونك معانا، وبنوه إن لحديثنا بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن حابب أختم بسؤال الحلقة المعتاد الموجه للمستمعين، وهو كالتالي: بسابق معرفتك بالميكانيزم والكوزس بتاعة ال AMR، وبمعرفتك الحالية بالدور بتاع الصيدلي في المساهمة في استخدام المضادات بالطريقة الصحيحة، السؤال هو: ما الأهداف أو الخطة المستقبلية اللي يمكن عرضها على وزارة الصحة للتقليل والحد من انتشار مقاومة المضادات الحيوية أو ال AMR وما بها من المخاطر على الصحة العامة؟ شكرا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.